سلام البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي هاد لا فيديو يلقاكم في اتم صحه وتكونوا على خير. اليوم طاني فيديو جديد، شي اللي هي سهله وبسيطه، ودائما كيف ما عودتكم كنمشي معكم غير بالحاجه سهله. غادي نشارك معكم الرز بالدجاج، واحد الشيوه اللي هي سهله وبسيطه وكتوجد دغيا دغيا. بالنسبه لهاد التوابل، انا تقريبا عندي معتاده للدجاج هكا باش كنشرملو، يعني من غير الشرموله العاديه اللي كنديروا فيها القزبور البصله يعني الشرموله العاديه. انا هذه معتمده عندي، الا بغيت ندخل شي جنيحات للفران ولا الدجاج ولا هكا الفخيضات، المهم هاد الشرموله عندي معتاده. خديت هنا كيف ما كتشوفوا شويه ديال التحميره، شويه ديال البزار، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال التحميره وسكينجبير ذكرتو. وعندي هنايا صوص ديال السوجه غادي ندير فيها طيه واحد شويه. وعندي هنايا واحد الصوص ديال الدجاج، المهم تكون شويه حلوه، المهم كتعدل الذوق ديال السكر. بالنسبه الا بغيتو ديروا الكيتشوب ولا الموطارد، المهم انا هنا الموطارد ما بقاش عندي، داكشي علاش يعني درت هذيك الصوص ديال الدجاج اللي فيها صراحه كلشي. وهنا عندي التوابل ديال الشاورما، صافي توما ضفت منهم واحد شويه، وغادي نزيد واحد شويه ديال زيت العود، وغادي نحرك مزيان هذوك التوابل باش يندمجوا مع بعضياتهم. هنا ما درتش الزيت بزاف، يعني باش تقدر يتشرمل لينا هذاك الدجاج مزيان. وغادي نحك واحد شويه ديال الثومه، انا صراحه عزيز عليا الثومه، كان كثره تقدروا نتوما ديروا غير راس ولا جوج، المهم انا هنا تقريبا شي 4 ديال الريوس ديال الثومه، كيعجبني باللوغو ديال الثومه صراحه. هاد يعني هاد الشرموله كتجي زوينه في الدجاج. وهنا ضفت واحد شويه ديال الملحه، وعندي هنا واحد شويه ديال الزعفران، واخا درت هذاك الخرقوم المهم عرفتو كيبقى الدجاج تيخصو دائما واحد شويه ديال الملون. صافي غادي نحرك هذيك الشرموله، وغادي ندير فيها الدجاج. انا هنايا عندي كيلو ديال الفخاض، غسلته مزيان وحمضته، درت ليه الحامض والخل وخليته حتى تسقطر، وغادي نبدا كنشرمل في هذاك الدجاج. وهنا من بعد ما شرملته كامل غادي نخليه في الثلاجه تقريبا واحد 2 سوايع، وإلا كان معكم الوقت راكم تقدروا تخليوه اكثر، وغادي نديرو في الثلاجه. وهنايا غادي نجي باش نصاوب الرز. عندي هنايا واحد شويه ديال الزبده، وعندي هنا شامبينيون، يعني عندي هنا شامبينيون بيو، يعني ماشي ديال المعلب، عندي هنا طري.
غادي نشحرو في هذيك الزبده، وغادي نضيف عليه شويه ديال التوابل. غنضيف شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، وغادي نحركو مزيان حيت مازال غادي نضيف القوام الاخر. وهنايا عندي الزيت، زدت واحد شويه ديال الزيت، وعندي واحد الراس ديال البصله، وغادي نخليهم حتى كيتقلاو مزيان في هذيك الزبده والزيت. صافي ملي كيتقلاو مزيان غادي نضيف عليهم واحد الحبه ديال المطيشه، حتى هي غادي نخليها معاهم حتى كتقلى. وهنايا عندي واحد العويد ديال القرفه، تقدروا تنسموا بعويد ديال القرفه وبورقه ديال سيدنا موسى ويعني وهذوك حبات ديال الليل. راه كيجي صراحه منسم بهاد الاعشاب. انا صراحه ما كانوش عندي، ودرت غير حبه غير القرفه. وهنايا غادي نضيف الرز. عندي هنايا 4 ديال الرز كلاصي، وضفت عليهم واحد المعلقه صغيره ديال المطيشه. وهنا ضفت شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الخرقوم بلدي، وزدت عليه الماء يعني القياس فاش غيطيب، وغادي نخليه حتى كيطيب. وهنا من بعد ما خليت الدجاج ديالي رقاد تقريبا واحد 4 سوايع حتى 4 ونص، خليته حتى شرب هذاك الشرموله مزيان. وهنايا غادي ندير غير نص ديال الكميه حيت غدايا غير انا وبنياتي صغار، داكشي علاش ما درتوش كامل. وهنايا غادي ناخذ واحد شويه ديال الزيت، وغادي نبقى كندهن هذوك الفخيضات. كيجيو هكا بحال مقليين في الزيت، وهما راه طايبين غير في الفران. صافي كندهنهم من التحت ومن الفوق، وغادي نشعل عليهم الفران من الفوق ومن التحت باش كيطيبوا في مره واحده. وهذا هو الرز من بعد ما طاب. كان كيبقى حتى كيطيب كينشف يعني من هذاك البلول اللي بللنا عليه، كنخليوه حتى كينشف وصافي كيكون جاهز للاكل. عرفتي صراحه راه كيجي بنين والله ما تشبعوا منه. الا جربتوا الوصفه ما تندموش عليها. وهنا دوك الفخيضات ديال الدجاج كيف ما كتشوفوا راه كيجيو محمرين، يعني بحال تقلاو في الزيت وهما راه طايبين غير في الفران. هكا كيجيو صحيين كتر حسب ما انهم يكونوا مقليين. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمناه يكون خفيف ظريف بحال هذا الشيوه ديال اليوم، يعني عشاء ولا غدا خفيف وفي نفس الوقت صحي. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، ونشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله.